ايه اكتر حاجه كانت بالنسبه لك صعبه؟ خصوصا احنا عارفين ان في تصوير في شوارع وبره وخلي وهكذا، كان في مضايقات او؟ لا خالص الحمد لله. كنا بنسال علا رشدي دلوقتي، قالت لما شفت احمد مع منى ما غيرتش لاني بفصل لا، طبعا. بس كمان لان علا حبيبتي واحمد ده زي اخويا، واحنا اصحاب كلنا من زمان، مفيش الكلام ده خالص. اكيد. شايفه تعاملك في تجربه ثانيه مع مسلسل احمد داوود في سنه المسلسل؟ ده داود صاحبي قوي، مش انا عارف. تسمحي لي اشيد باجابتك في مهرجان الجونه عن موضوع الارتباط والحب والجواز، تسمحي لي اشيد بالاجابه لان انت اعتقد يعني قطعتي اليقين بالموضوع ده تماما. شكرا انك بتشيل بيها، بس دي حقيقه يعني. قصدي ان انا عاده ما بردش على حاجه، بس دي كانت زياده عن اللزوم شويه، فعشان كده رديت. ده حتى استاذ صبري فواز بارك لك على الموضوع. كنتي وحشانه جدا ده اولا. لو تسمحي لنا برضو ايه اللي حصل في مهرجان اسكندريه؟ انا كنت بصور فيلم اسمه برلين، انا بقصد احمد عبد الله بيصوره في برلين. المفروض ان انا كنت اخلص في وقت معين، عشان كده وافقت على التجربه. احنا مع بعض فتره كده شويه، اضطريت ان انا اكمل التصوير ورجعت. حلو، يعني التوضيح ده انت غبتي عن التكريم بتاع مهرجان اسكندريه بسبب الفيلم في المانيا بس. شكرا جدا. جدا لك يا شكرا يا منى قوي.